السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى ان شاء الله هنعمل شوية صلصة بتاعة المحشي او التسبيكة بتاعة المحشي زي ما بتسموها كده. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات موجودة كلها عندنا في البيت. اول حاجة انا معايا بصلتين كبار، انا مخرطاهم تخريطة وسط. انا عايزة بصلتين كبار لان المحشي بحب البصل، بيبقى طعمه جميل خالص بالبصل. هجيب حلة احط فيها زيت ودهن، عايزين تحطوا فيها زيت بس تمام، عايزين تحطوا فيها سمنة تمام. انا حاطة فيها زيت ودهن. الدهن بص بيخلي طعم المحشي كأنك حاطة عليه لحمة بالظبط. يا دوب بس اديها تقليبه كده، هنزل عليها بورقتين من اللورة ونص عود من القرفه. البهار لما بيتحمر مع البصله بيدي سكاره للبصله والمحشي. لما تيجي تاكل المحشي بتحس بطعم البهار اللي موجود فيه كأنك بتاكلي محشي مطاعم بالظبط، بيبقى طعمه حكايه بجد. هسيب بقى البصله تتحمر تحميره كويسه كده مع البهار اللي انا حطاه، يعني عايزاها تاخد بس اللون البني معايا. اول ما تاخد اللون البني معايا يعني ما تغمقش قوي ولا تبقى فاتحه قوي، اللون البني بالطريقه دي كده. هنزل عليها بقى بمعلقتين من الصلصه. الصلصه دي انا عاملاها في البيت، لو عايزين تعرفوا الطريقه قولوا لي في الكومنتات وانا هقول لكم ازاي انا عامله الطماطم دي مصلصلاها عندي في البيت. هنزل بمعلقتين من الصلصه كده، لو عندك جاهزه عادي تمام، مش عندك خالص عادي استغنى عنها، هي اختياري يعني عادي. بعد كده هنزل عليها بمعجون الطماطم بالمنظر ده. هسيبها بقى على عندي بس لما تغلي بس غلوه كده، وهنزل عليها بالبهار بتاعي. معلقه صغيره من الكمون والفلفل الاسود والبهار المشكل والكزبره ونص معلقه او حبه صغيره من السكر كده ومعلقه كبيره من الملح. السكر بيشيل هتحط الطماطم وبيخلي طعمها برده مسكر وطعمها جميل، بتخلي المحشي بتاعك طعمه مسكر وجميل خالص. هنزل بالبهار ده كله على الصلصه بتاعتي بالطريقه دي كده، هديها بس تقليبه كويسه وهسيبها بقى لعند ما تتسبك. في الوقت ده انا هجيب راس توم ههرسها في الهون، وهجيب الخضار بتاعي الشبت والبقدونس وهقطعه لعند ما التسبيكه تتسبك. اول ما تتسبك بالمنظر الجميل ده هشيل منها معلقتين كبار من الصلصه، عشان لما احشي المحشي احطهم فوقها بتخلي المحشي في ناحيه تانية. بعد كده انا عندي كيلو من الرز، انا غسلاه غسله كويسه ومصفياه وحاطه عليها راس التوم اللي انا هرساها ومكعب من الماجي، وبقى بصله صغيره بشرها على المبشره كده هحطها نيه كده. بص بتخلي المحشي طعمه خرافه بجد، هتقولي يا بسمه ما تقناش في طعم ولا حلاوه المحشي كده. بعد كده هسيبهم بس 5 دقايق، يعني انا عايزاهم 5 دقايق بس على النار. انا مش هحط الخضار دلوقتي، هسيب بس لما ياخد 5 دقايق على النار، وهفضيه في بوله عندي وهطفي عليه النار وافضيه في بوله. وبعد ما افضيه في البوله بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، شفتوا شكله عامل ازاي ولا ريحته؟ بجد حكايه. هحط الخضار وهو ني كده، انا عايزه الخضار يكون صابح عشان يبقى طعمه مسكر وجميل في المحشي. ودي تسبيكه المحشي معايا. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وشيروا الفيديو بقى كتير عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، ويا ريت ما تنسوش تصلوا على النبي.